قرر الطاقم التقني لنادي فاينورد الهولندي لكرة القدم تصعيد المغربي الواعد إلياس الموساوي إلى الفريق الأول بعد تألقه بشكل لافت بقميص الفريق الرديف خلال المباريات الأخيرة من الموسم الكروي الحالي. وقررت إدارة نادي فاينورد تصعيد اللاعب إلى الفريق الأول باعتباره أحد أبرز اللاعبين في الفريق الرديف، وذلك بعدما اقتنع الطاقم التقني بإمكانياته الكروية الكبيرة. وأكدت المصادر أن فاينورد تلقى بعض الاتصالات من أندية كانت تسعى للاستفادة من خدمات الموساوي صاحب 18 سنة على سبيل الإعارة، غير أن الطاقم التقني رفض ذلك، مفضلا تصعيده خلال الفترة الحالية للاعتماد عليها في بعض المباريات هذا الموسم. وسجل موساوي 3 أهداف خلال الموسم الجاري حتى الآن في 11 مباراة، وكان وراء تمرير حاسمة، كما أنه من الأسماء المتابعة من طرف إدارة التقنية الوطنية بعد أن اختار تمثيل المغرب على حساب هولندا، البلد الذي ولد وترعرع فيه ولعب لفئته السنية خلال السنوات الماضية. ويشغل الموساوي مركز المهاجم، وسبق أن دافع عن قميص المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة في مباراة واحدة، ورغبته كبيرة في مواصلة الرحلة والتألق بقميص المنتخبات الوطنية.